الشوط الأول وتمكن من افتتاح التسجيل، مما يؤكد على النزعة الهجومية بالنسبة للمدرب مونتيلا مع فريقه وعناصره الجديدة في هذا الموسم. إذا الهدف الأول كان في الدقيقة 14 عبر فرانكيسي بعد هذه التسديدة داخل منطقة الجزاء، افتتاح التسجيل بصورة مبكرة من فريق الميلان. وكأن اللاعبين ربما وحتى اللاعبون القدامى أرادوا أن يفرضوا نفسهم مع التعاقدات الجديدة. كوتروني إذا تمكن من تسجيل الهدف الثاني من هذه الرأسية في الدقيقة 25. هذا اللاعب الشاب الذي يبلغ من عمر 19 سنة مع الميلان يتمكن أيضا من تسجيل الهدف الثاني له والثالث للميلان في الدقيقة 43 نتيجة 3 أهداف عريضة خلال الشوط الأول. لم يكن ربما الجميع يتوقع هذه النتيجة وحتى الزملاء هنا في الاستوديو. بعد ذلك شانهانوغلو اللاعب البديل يسجل الهدف الرابع في الدقيقة